مش هنخش في النوايا بتاع الناس، ربنا اعلم بالناس وبنوايا. يعني مستنيين الماتش بتاع بيراميدز والزمالك، او الزمالك وبيراميدز عشان الناس بتقمص، عشان نتفرج على كوره حلوه، ومش عارفين هيحصل ايه. يعني هل الزمالك وهو في احسن حالاته بيراميدز يكسبه؟ لان كان الزمالك في اسوأ حالاته وبيكسب بيراميدز اللي هو كان في اوج عطائه ومكسبه بطل افريقيا، والزمالك بيكسبه. دلوقتي الزمالك رايح نهائي كونفدرالية، وبيراميدز طلع من كل حاجة، مش باقيله يعني غير البطولة دي. وبطولة الكاس لسه ما اتحددتش يعني، انما طبعا بطولة الدوري اعلى واقيم من بطولة الكاس، فلا بد من ان بيراميدز يحقق هذا. لكن انا بتكلم على حاجة تانية، ان انا مبسوط ان الدوري المصري بتاعنا اصبح دوري يعني له قيمة فعلا، ومن الدوريات القوية جدا، ومحدش عارف مين هيكسب مين. الفرق الصغيرة زي الفرق الكبيرة، آه، محطمين كل التوقعات. يعني ما تقدرش تقول مين هيكسب مين. يعني لو كهرباء الإسماعيلية قابل الأهلي، ما انتش ضامن إن الأهلي يكسب كهرباء الإسماعيلية. يعني الإسماعيلي اللي هو في أسوأ حالاته ده برضه انت يعني مش طمعان ان انت هتروح تكسب على طول. غير الاول يعني كان الدوري سهل للغايه، تقول الاهلي هيكسب والزمالك الثاني وبيراميدز الثالث مثلا، لو ان الناس برضه هتزعل من الترتيب ده، انما ده اللي كان حاصل. انما دلوقتي المتعه كلها في الدوري المصري، بعيدا عن كل الدوريات العربيه اللي احنا بنشوفها، اللي هي بنعتبرها يعني او انت في طنطا زي ما بيقولوا، وفرق كبيره قوي وعاملين ماديين مش عارف ايه وحركات وناس محترفين، والاهلي والبيراميدز والزمالك بيروحوا يكسبوهم بكل سهوله، ثلاثه واربعه وخمسه زي ما انتم عارفين يعني. يعني النادي الاهلي اكتر نادي حقق فوز على انديه الخليج بعد العنطزه والعنجهيه الخليجيه زي ما انتم عارفين، عشان عندهم شويه لعيبه محترفين هم اصلا مش الطبيعي. حتى دلوقتي ما عندهمش منتخب لان ما عندهمش افراد في انديه خليجيين نفسهم، لان الخليجيين اتحرموا من ان هم يشاركوا، والمحترفين هم اللي بيقوموا بالقصه كلها. فعشان كده المنتخب ضعيف، والمنتخب بتاعنا كسبهم بسهوله 4-0 في السعوديه. فالحقيقه ان احنا كسبنا يعني نادي ثالث في الدوري المصري، بقى بينافس مع الاهلي والزمالك يعني راس براس زي ما بيقولوا. فكل امنيات طيبه لبيراميدز ان شاء الله يكسب الزمالك، عشان نوقف هذا القطار اللي ما بيوقفش خالص، ما بقاش يعطل. نديها شويه بقى من بتاعه عمرو اديب لما كان بيقعد يعني يقعد يحسد يقول لك نادي الحظ، نادي الاهلي هو نادي الحظ، هو عمرو دياب. يقول لك عمرو دياب ده ما بيكبرش، ما بيكبرش، ما بيكبرش، والاهلي ما بيخسرش. فربنا يسترها من عينين عمرو اديب. وتمنيتنا ان شاء الله بمشاهده مباراه مرتقبه قويه جدا. كل امنيات طيبه لصالح الاهلي ان شاء الله. سلام. نقفل احنا بقى.